لك حاجه واحده. اتفضل. ايمن حفني جبناه بطريقه عن طريق تونس وهو ماضي مع النادي الاهلي ونعلم. وشارب مرتضى وهاني زاده وانا بقول لك اي حد فيه اسماء بقولها. نعم. رحنا لمجدي اللوزي قال يا جماعه مفيش مشكله بس اهم حاجه ايه؟ ايمن. بدات فتحت خط مع ايمن وقلنا ايمن هنجيبه ازاي؟ لنا صعب نزول من الليبل لان ما كانش فيه طيران. كان بيلعب في اهلي طرابلس. كان بيلعب في اهلي طرابلس فاتفقنا انا عشان شرطه مش هسافر. فجبت تاشيره هاني شكري وهاني زاده ومصطفى عبد الخالق اشوف واحد منهم يسافر يمضيه في المطار ويرجع. قامت متسربه الموضوع ده التاشيرات. تمام؟ هاني شكري قال لي عشان الديانه ما اقدرش اسافر مع انه جبنا له التاشيره. فقمت عامل خط سير لايمن. هم الديانه مالها ومال السفر؟ عشان ساعتها كان الانقلاب في ليبيا. في ليبيا. سوري. فهاني زاده اخترنا في الاخر هاني زاده. وهاني زاده كان هيسافر مع الزمالك فقلت له اصبر شويه بس انا بشوف حاجه كده واقول لك. قمت انا جايب قطع خط طيران لايمن حفني على تونس وجبته على مصر ومضيته وقمت بعته ثاني يوم الصبح لهاني شكري خد 400,000 من جيب هاني شكري لغايه دلوقتي ما خدهمش. واخد بالك حضرتك؟ ورحنا بعد كده قلت له خلاص يا ايمن بعد ما تخلص ثاني في البنك تعالى لي على بيت وكان ماضي تعاقد مع النادي الاهلي وماضي مع واحنا عارفين ان كان ماضي مع تعاقد مع النادي